ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلاة نحل بها العقد ويفرج بها الكروب ويزيح بها الهموم يا رب العالمين. يا صباحكم فل وصباحكم هنا وصباحكم ياسمين، يا صباح النشاط والفوقان والفطار الحلو والغدا الاحلى، يا صباح اليوم الجميل. يومنا حلو النهارده ان شاء الله، يومي حلو عشان بس ببداه معاكم. بدات كده النهارده يوم خفيف ان شاء الله، ما فيهوش روتين بقى وكده، عشان احنا بقالنا كام مره بنعمل روتينات قويه. فيوم خفيف كده حبيت اوريكم يومنا بيمشي ازاي. يومنا بيمشي ازاي؟ قمت الاول، انا كان الحمد لله المطبخ ما فيهوش حاجه، يا دوبك بس رصيت المواعين اللي انا كنت غسلاها، وكان عندي بس طبق الفاكهه وكوبايه العصير غسلتهم، وقلت بقى اعملي كوبايه نسكافيه ونصلي. اول حاجه لازم نصلي، بعديها بقى قلت ايه، لا انا عايزه افطر بقى، انا مش عايزه افطر فطار عادي، انا عايزه افطر فطار حرش. فصراحه ربنا يبارك له، محمد نزل جاب لنا شويه فول وطعميه وبتنجان، وقطعت جنبها بقى طماطم وفلفل رومي وقته. بصوا يا جماعه، القته طلعت حوار وارخص بكتير بكتير من الخيار. هي بتقضي نفس فكره الخيار، بس هي ارخص. دي ب20، ده ب20، دي ب10. وعملت بقى جنبها شويه جبنه اللي هي القريش، اللي هي بتبقى عليها فلفل الوان وحبه البركه. صراحه دي انا جايباها جاهزه، بس انا بعملها في البيت، هبقى اوريها لكم. بتبقى تحفه. شويه مش بقى من بتوع طنط، ربنا يبارك لها ويديها الصحه، وعيش من اللي بتجيبه لنا، ربنا يخليها يا رب يا رب. بس وبعديها بقى قعدنا فطرنا كده وروقنا على مزاجنا. فطار خفيف يا جماعه، مش تقيل خالص، وشويه بصل بقى وكده، فطار خفيف. وبعديها قلت اعمل بقى الغدا. كنت سلقه اللحمه، حطيت بس طلعت اللحمه في طاسه، حطيت شويه زبده معاها، وقلت بقى اشوحها بفلفل اسود، حبهان، ورق لورا، قرفه، وبهارات اللي هم ال7 بهارات وملح. تمام. اول بس ما بداوا كده اللحمه بدات تتشوح، رحت نازله عليها بمعلقه توم اصفرت. هنزل بقى بالبصل. البصل انا مفرزاه، ما قطعتش بصل عشان نازله، فقلت عشان الريحه وكده فما قطعتوش صراحه، طلعت من اللي انا مفرزاه. بس الباميه اول بقى ما البصل اخدت لون، نزلت بالباميه شويه، هديها تقلبتين، مش هتحطي عليها صلصه على طول. ليه؟ عشان دي انا مطلعاها اصلا من الفريزر، يعني هي مجمده. لكن انا لو الباميه فريش مش محتاجه ان انا اقلبها على النار كتير. وفي نفس الوقت انا مطلعتش الباميه تفك. ليه؟ عشان لما بطلعها تفك بتجلد، فمش بطلعها قبلها، يعني هم الفريزر على النار على طول. كنت بقى ضربت الطماطم وصفيتها كويس، وهنزل بيها بقى على الباميه. تمام. بسيبها حوالي على النار 10 دقايق. انا بعد ما حطيت الصلصه هتشوفوا ان انا حطيت توابل، حطيت بابريكا و7 بهارات وشويه سكر. السكر ليه يا جماعه؟ عشان تشيل الحموضه بتاع او التقل بتاع الصلصه. يعني الصلصه لما تتسبك وهتخش في طاجن ومش عارفه ايه، فما تبقاش تقيله واحنا بناكل بالليل، فبحط سكر كده على اي حاجه بسبكها. بس عملت فيه حاجه انا ما جبتهاش هنا، بس ان شاء الله هوريها لكم، للاسف ما اتصورتش. ان انا بعد ما بخلص الباميه بعمل لها طشه، يعني بروح جايبه الطاسه صغيرة، بحط فيها معلقة توم وسمنة، وبروح طشه بيها البامية، وحطيتها بقى في طاجن ودخلتها الفرن. بس قلت ايه، اطلع كده اللي هي الحتة اللي هي السمينة دي على الوش، عشان تنزل بقى السمونية كده في البامية. الصراحة كان طاجن طالع تحفة. هو كان ناقص بس يتعمل له اللي هو غطا اللقمة دوت، او اللي هو العيش، بيخليها تحفة. بس انا كنت عارفة ان انا بعمل الطاجن ومش هيتاكل في وقتها، فهو ده بيبقى محتاج ان هو يتاكل في وقتها على طول، فما عملتهوش بقى المره دي. المره الجايه هوريهولكم انا بعمله ازاي برضو. بصوا اللحمه طالعه دايبه، الباميه طالعه دايبه، تحفه تحفه. انا ما اكلتش، بس انا قلت ادوقها عشان اوريها لكم، عشان انا بنسى دايما ان انا اوريكم الاكل. هنا بقى كنت خدت وسليم ونازلين عشان عندنا تدريب. بصوا يا جماعه، المفروض ان انا ناويه ان انا اكمل السليم في السباحه. بس اللي حصل انا كنت حاجزاله في الاول، او متفقه على شهرين، اشتركه في شهرين، يعني على اساس ان اشوف اصلا سليم هيحب الموضوع ولا لا. هو صراحه حب الموضوع، بس انا اللي مش حابه المكان. يعني المكان كان في الاول حلو قوي، وبصراحه لحد دلوقتي كل اللي موجودين بيحبوا سليم، بس الاداره مش احسن حاجه. يعني الاداره مش كويسه، كل يوم بكلمه، كل شويه يغيروا كلامهم، كل شويه يغيروا مدرب يمشي فيجيبوا واحد عادي جدا بعد ما الاطفال يتعلقوا بيه. فصراحه انا قررت ان انا مش هكمله في المكان، فبدور له بقى، لسه هدور له على مكان. يعني دي كانت اخر حصه، فانا هدور له بقى على مكان تاني نتدرب فيه ان شاء الله.
لان هو الصراحه حابب الموضوع. هنا بقى كان موقف حصل لنا وحش قوي، ان انا بعد ما نزلت وخلاص قربت اوصل افتكرت ان احنا نسينا الكارنيه، رجعت تاني طلعت الدور السادس. بس الحمد لله اليوم يعني كان افضل حاجه، واليوم كان خفيف كده ولذيذ، ويا رب وكل ايامكم تبقى حلوه وخفيفه. ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير كتير، وبحبكم قوي قوي قوي.